قالوا لي بان جانا حكم ديال الافراغ من الدار والمهله هي 48 ساعه. ما عرفش شنو غادي ندير في ديك اللحظه، ولكن قررت باش نشد الطريق لفاس سور بلاص ونمشي نعاون مالين الدار في هذه المحنه اللي نزلت علينا. من بعد ليله ديال الطريق والافكار السلبيه في راسي وصلت للدار وتجمعت معاهم وقدرت باش ندبر لهم دار الكرا باش ما يبقاوش محنسرين. ريتها ما نشوفوا هاد الحريره مالها ناقصه ملحه. قررت باش نبيع الطوموبيل ديالي ونزيد عليها شي فلوس اللي كنت جامع دفعتهم في واحد المشروع سكني اقتصادي باش يتصوفا. واخا الوالده ما بغاتش وقالت لي هذيك فلوسك خاصك تقاد بها مستقبلك، ولكن رفضت هذه الفكره وخليتهم يتحولوا من بعد لديك الدار. رجعت لطنجة وفي راس مالي ورقه ديال التران و 5000 درهم نخلص منهم الكراو ونديباني راسي. ريتها ما تقاد الامور، ولكن للاسف الامور بقات غاديه وكتعواج. ما عرفتش مناش واش حيت زطمات رجلي في داك العالم، ولا صدفه كانت اشاره لبدايه الاعوجاج في حياتي، ولا مكتب الله وامتحان من عنده كيجربني به واش نصبر ولا نتبع طريق اخرى. داز ايام وقع لي مشكل في الخدمه سبب واحد من الكليان المتعصبين. خرجت الخدمه من الباب الضيق بحال الا عمرني درت شي حاجه. بقيت كنقلب على خدمه ولكن ما لقيتش، وفي اخر المطاف تعرضت عليا نخدم سرباي في وحده من القهاوي. واخا ما عمرني خدمتها قلت نتحرك وما نبقاش جالس. واحد النهار وانا في الخدمه جا لعندي داك العشير. من الشوفه الاولى ما عقلتش عليه، ولكن من بعد ميزته. سبحان مبدل الاحوال، تبدل بانت عليه الفلوس ديال الحرام. طوموبيل في الباركينغ ديال القهوه والحطانقيه والبورطابل اخر ما كاين في عالم الهواتف الذكيه. جا لعندي من بعد ما عرفني فين خدام عن طريق واحد من الدراري صحابي. طلب مني قهوه كحله في الطاس وجلس في الطبله. من بعد ما جبت ليه الطلب ديالو عيط ليا بسميتي وقال لي شنو كدير هنا، علاش اختاريتي هاد الخدمه وانت تقدر تكون حسن من هكا. جاوبته بانني ما لقيتش الخدمه نظرا للازمه اللي كتدوز منها البلاد، ولكن ان شاء الله كل شيء غيرجع مزيان. جاوبني خلينا من هاد الهضره ديال القصص الاسطوريه وما ديرش فيها بطل روايه. انا عندي ليك واحد لوفر غيخليك تبقى تدخل الملايين في ساعتين. قلت له الكازينو عاوتاني؟ لا غير بلا تعشير خليني غير هكا. قال لي واش انت مريض في راسك كتقيل تسربي في اللي يسوى واللي ما يسواش وانت احسن منهم مستوى. قال لي انت صوفيتيني اول مره وانا عمرني غادي ننسى لك خيرك. وجبت 2000 درهم من جيبو وحطها في الطبله وقال لي هاك هز هادي، واليوم بالليل غندوز من موراك للدار غادي تمشي معايا الليله ليلتك. بقيت ساكت وكنشوف في دوك الفلوس وشفت فيه وقال لي هز الساط هز نتلاقاو مع 10 الليل. هزيت دوك الفلوس وبقيت كنفكر شنو هاد الشيء يا سيدي يا ربي، واش هاد الشيء حلمه ولا اختبار ولا شنو. ساليت الخدمه ومشيت للدار نرتاح. وفي كل لحظه كنهز التليفون باش نصوني عليه ونقول ليه بلا ما تدوز من مورايا كانت شي حاجه كتمنعني، وكنتفكر ديك الجمله اللي كان قال لي حرام نط دوشت ولبست حوايجي ووقفت حدا المرايه وبقيت كنشوف في راسي المده ديال شي 20 ثانيه حتى سمعت الكلاكسون ديال الطوموبيل. مشيت نطل لقيته هو. نزلت وجدينا الطريق الاول ليله ديال القمر في حياتي. كنحس بواحد الاحساس في شكل مخلوع ومتردد وكاعي وفرحان، المهم كلشي مخلط في ايموجي واحد. وصلنا ودخلنا. من بعد ما شرح ليا في الطريق كيفاش الخطه باش غنلعبوا هاد الليله، كنت في الاول متردد، ومن بعد ما تشجعت وخديت بزمام الامور اختاريت رقم في الطبله ونيشت عليه اللي هو 25 ودارت الكره ووقفات في 24. من بعد قررت نعاود نجرب واختاريت رقم اخر اللي هو 13 وجات فيه. من الضربه الاولى رجعت فلوسي اللي خسرت وربحت فائده كتراوح ما بين 1700 درهم. بقيت غادي هكا حتى لقيت راسي في ظرف ساعتين من اللعب ربحت 8000 درهم. 8 وحدها 3 ديال الزيروات. خرجنا من الكازينو ومشينا نتعشى وبقينا كنتعاودوا على داك العالم. وقال لي شفتي كيفاش انت موهوب ومضيع راسك صاحبي. المهم بقيت غادي بهاد الوتيره لمده ديال شهر والفلوس كتزاد والكونط كيعمر وتبدلات حالتي الاجتماعيه وقدرت نصوفي راسي.
حتى لواحد الليله مشيت باش نلعب بحال ديما، ولكن ما كنتش في نهاري. بحال الا كاع داك الزهر وداك الحظ اللي كان عندي تسالى وخسرت بزاف ديال الفلوس. ما بقاش فيا الحال، حيت اصلا دوك الفلوس ديالهم بقيت هكا المده ديال شهر نربح شويه ونخسر بزاف، حتى رجعت ليهم كاع داكشي اللي ربحت منهم وزدت من عندي. داكشي كان بحال شي حلمه زوينه، وفاش كتفيق ما كتلقى والو. بقات لي اخر 200 درهم في جيبي، خرجتها وبقيت كنشوف فيها بحال الا كنهضر معها. ناري بقيت كنعاود لكم حتى نسيت الرونديفو ديالي مع الطبيب. ما نكذبش عليكم الخوت الا قلت لكم بانه اي واحد فينا محتاج لشي واحد يكون في جنبه، شي واحد يقدر يعاود لي اي حاجه ضاره ونفرحها بلا ما يتسنى منه والو. ولكن بمجرد تحس بان داك الشخص قريب ليك فهو بحد ذاته علاج روحي. واخا كنعياو نبينوا باننا قويين قدام الناس وباننا فرحانين بالوحدانيه ديالنا وبان حياتنا هكا احسن ما يدخل ليها شي واحد يفرع علينا راسنا بداك التخربيق ديالو. ولكن تيقوني يا الخوت، داك التخربيق بعض المرات كيكون علاج لبزاف ديال الجروح كيكونوا فينا. من نهار تعرفت على قمر وانا كل نهار كنلوم راسي على هاد الخطوه اللي درت، ما عرفتش علاش، ولكن ما بغيتهاش تظلم معايا، ما بغيتهاش شي نهار تسمح فيا ونرجع لحياتي اللي كانت. بغيتها تبقى معايا ونتعاونوا بزوج باش نبدلوا حياتنا. كنت حاسس بها باغياني في جنبها، ولكن انا ما كنتش باغيها تكون في جنبي. واحد النهار من العام اللي داز، وبالضبط في 20 ابريل، قررنا باش نتلاقاو انا وقمر. داكشي اللي كان هاد المره جات لعندي لطنجة، تلاقينا وقررنا باش ندوزو النهار كامل انا وياها. داكشي اللي كان تلاقينا في الصباح، فطرنا بزوج، تمشينا جنب البحر، ضحكنا، لعبنا، درنا بزاف ديال الحوايج تافهه. كانت اي حاجه معاها عندها معنى. واخا في اللحظه كنت تخيل راسي غير بوحدي، ولكن كنقول مع راسي يمكن شي حاجه يبدلها سيدي ربي وغادي نكونوا مزيانين. لحد هاد اللحظه السير اللي عاودتو ليكم مازال ما في خبارها والو، ما بغيتوش يكون في خبارها. بغيت نردم اي حاجه دازت من حياتي ونبدا معاها من الزيرو. من مورا هادشي الزوين كامل مشينا انا وقمر للكافي ديال الحافه. اكثر حاجه ما تقدر تقول على هاد البلاصه الزوينه وهاد المنظر اللي كيخليك تحس براسك فوق السماء ومن تحتك البحر، والانغام ديال الامواج والريحه ديال الجوينطات كيكمل المشهد. طلبنا زوج دكيكات ديال اتاي وجلسنا اونفاس مع هاد المنظر، وكل واحد فينا كيرسم شي حوايج في راسو. واحد اللحظه طلبات لي تليفوني باش نتصور انا وياها، عطيتها التليفون، بقينا كنتصوروا. تصور هادي عاود، هادي زوينه، هادي خايبه، هادي جيت مغمضه عيني، هادي جيت حولها. في واحد اللحظه قالت لي شنو انت زعما ما نشوفوا شنو مخبى في التليفون؟ ضحكت وقلت ليها مرحبا، شوفي مع راسك. اول حاجه دارت دخلت للواتساب وبقات كتسول شكون هادي شكون هذا. انا كنشرح ليها، من بعد دازت للفيسبوك وانتقلت للانستغرام. مهم فلات التليفون، حتى بغات تعطيني التليفون وهي تقول لي بلاتي مازال ما شفتش الجاليري، خاصني نشوف التصاور ديالك ومع من كتصور. وحيت ما كنتش ضارب الحساب لهذا الشيء، فطبعا ما مسحت حتى التصويره من الارشيف لمده ديال عام ونص، وهنا غتكون الصدمه. داكشي اللي ما كنتش ضارب ليه الحساب الخوت هو اللي طلع. بقات كتقلب في التصاور حتى طاحت في واحد الالبوم من الارشيف الاسود، بزاف ديال التصاور في الكازينو مع البنات والدراري. بقات كتشوف وما قالت حتى كلمه، بقات غير كتشوف وساكته. عطاتني التليفون وقلت لها ممكن نشرح لك؟ قالت لي لا بلاش، ماشي مهم. وشفت في الساعه وقالت لي خاصني نمشي بحالي، تعطلت. قلت لها راه مازال الحال والنهار عاد بدا. قالت لي بانها صافي خاصها تمشي باش ترجع بكري. فهمت من هضرتها انها فهمت بزاف ديال الحوايج، واهم حاجه انني مخبي عليها واحد السر كان بامكاني نعاودو ليها. عييت كنحاول نشرح ليها باش تفهم، ولكن الطريق كامله وهي ساكته. حتى قربنا للمحطه باش تركب وترجع بحالها، شديت ليها في يديها وقلت ليها قمر هادشي ماشي مهم، وهادشي انا نسيتو وما بغيتش نفكر فيه، والا باغيانا نكونوا بزوج ونبقاو بزوج نسى عليك هادشي وعاونيني حتى انا باش ننساه. راني عييت من هاد الماضي الكحل في حياتي وما كنبغيش نفكر حتى فيه. وهي تهضر اخيرا وقالت لي كون كنتي باغي تنساه كون على الاقل كنتي مسحتي دوك التصاور، ولا يمكن مازال عندك الحنين لداك الشيء ومازال باغي تطور راسك فيه. مهم هضرات بزاف وخليتها تهضر، حتى سالات وعطيتها التليفون وقلت ليها كي مسحيهم انتي.
شافت فيا وجرات يديها ومشات. بقيت في بلاصتي وانا كنشوفها كتبعد. في هاد اللحظه حسيت براسي خسرت واحد اللعيبه اللي جات في حياتي، ولكن ما بغيتش نستسلم. صونيت عليها، قطعت عليا، صونيت بزاف حتى طفى التليفون. ما خليت فين صيفط ليها ميساج، ومع ذلك ما كان حتى جواب. ليله من العذاب النفسي على الخوت. بكثرت ما بقيت كنلوم في راسي حتى حسيت براسي عدو ليا. واخا هادشي كامل طرا بلا ما نضرب ليه الحساب، ولكن في لحظه الضعف كتقدر تدمر بزاف ديال اللعيبات زوينين في حياتك من بعد بلا ما تشعر. بقينا على هاد الحال لمده ديال سيمانه، تقطع حس قمر. عييت نصوني والتليفون طافي، كاع لي زابليكاسيون اللي فيها ما بقاش كيبان ليها حتى اثر، بلوكاتني. حاولت نوصل ليها ولكن ما عرفتش منين غنبدا. ما كنظنش هاد لاكسيدون يستاهل منها دير هادشي كامل، ولكن انت واحد المخلوق اللي عجيب ما يمكنش ليك تفهمو واخا تعيا طير وتنزل. احاسيس ديالها كيخليوها تقرر في لحظه من الزمن شي قرارات اللي يقدروا ياخذوا منك انت جلسه في قهوه. هذه هي الانثى ببساطه. من بعد هادشي تأزمت الحاله النفسيه ديالي وحسيت براسي بوحدي، حتى ديك الشمعه اللي جات في ظلامي وضوات واحد شويه عليا طفات، ورجعت للظلمه من جديد. وليت كنعاني في صمت وما بقيتش حامل البشر، ورجعت كندوز اغلب الاوقات بوحدي، وحتى واحد ما كان عارفني باش حاس من غير الله. وانا كنت كنبان للناس قوي من برا، ولكن لداخل كنت اضعف تقريبا من الورقه ديال الشجر اللي كلاتها الشمس حتى ولات هشه. حاولت نكمل حياتي وما نضيعش في الظلام اللي داير بيا. دخلت لاصال وبديت كنتريني، وليت نكتب ونقرا ونسمع الموسيقى وكنخرج. المهم حاولت ننسى اي حاجه دازت، واخا ما قدرتش ننساها، ولكن الحياه هكا دايره، كتعطيك وكتاخذ منك. الذكي هو اللي كيعرف كيفاش يستغل الفرصه احسن استغلال. قمر، الا طاح في يديك هذا الجزء من القصه بغيت نقول لك سمحي لي. حنا كاع ما كنختاروا شنو غادي يجي في حياتنا، ولكن بالنسبه ليا انتي كنتي اجمل صدفه دازت في حياتي.